أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد. سقطت الأقنعة بعد أن قرر بارون المخدرات الحاج أحمد بن إبراهيم المالي الجنسية والمغربية كذلك، بحكم أن والدته مواطنة مغربية حسب الصحافة المغربية، ولكن في المقابل الحاج أحمد بن إبراهيم لا يعترف بالمغرب ويرى أنه مواطن مالي من الدرجة الأولى، وأن زواج أبيه بأمه لا يعد أن يكون زواج أي رجل بامرأة أخرى من العالم، وهو يعتز بانتمائه إلى مالي. وأنا شخصيا لست ضد هذا إذا كان رجل يفضل بلد أبيه، لكنه عندما كان يسافر بجواز سفر مغربي. إذا تورطه كان مع رئيس الوداد البيضاوي سعيد الناصيري. عيب أن الناصيري يتورط في هكذا قضايا ويسيء إلى الوداد. صحيح التحقيق ما زال في البداية، ولكن الحاج أحمد بن إبراهيم المالي قرر أن ينتقم في كل من كان يشارك معه أو يبيع معه في المخدرات حسب الصحافة المغربية والدولية أيضا، وقرر أن ينتقم من أي شخص لم يقف معه في محنته، وقرر أن يعطي السلطات المغربية والدولية أشياء كثيرة عن عالم المخدرات، لأنه يعتقد أن وجوده في السجن كان نتيجة مؤامرة عليه في المغرب بحكم اعتزازه بأنه مواطن مالي. وأنا شخصيا أرى أنه كذاب، لأنه اعتقل في موريتانيا قبل هذا، وكانت هناك شحنات من الكوكايين يقال أنها في حدود 4 طن. هذا الرجل كاذب، وهو تاجر مخدرات مالي يعتز بماليته، ونحن نقول له الآن أنت في السجن، ورجاء تعاون أكثر مع السلطات المغربية وقل لهم أين يقع تجار المخدرات الآخرين في الدول المجاورة وكيف تعاملت معهم، لأن بلدان مثل الجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا تعاني من أفعال أمثال الحاج أحمد بن إبراهيم. وفي الختام، الوداد كبير وسيبقى كبير، لأن الوداد أتى قبل الناصيري وسيبقى بعد الناصيري. الوداد هو تاريخ أمة كاملة في المغرب منذ نشأته في السنوات الأولى، ولن يغير هذا من شيء، وسيأتي رئيس آخر وسيجد أنصار في انتظاره، لأن فريق الوداد ليس ملك لأي شخص، هو ملك لعشاقه، لعشاق الأحمر والأبيض، لعشاق الوداد.